عمرك قمت من على السرير أو الكرسي فجأة وحسيت إن الدنيا لفت والنجوم رقصت حواليك وكأنك دخلت ماتش ملاكمة مع كوكب الأرض نفسه؟ تبص حواليك تلاقي الكل واقف عادي وانت بس اللي عامل زي لقطة سلو موشن في فيلم أكشن رخيص. اللحظة دي بتحصل لناس كتير جدا، والغريب إنك أول ما تقف ممكن تحس إنك هتقع على الأرض، بس بعدها بثواني ترجع طبيعي وكأن مفيش حاجة حصلت. السؤال بقى إيه اللي بيحصل في جسمنا عشان نحس بالدوخة دي؟ بص يا سيدي، جسمك ده زي الشركة الكبيرة، والمخ هو المدير العام اللي فوق في البلكونة. المدير ده ليه طلب واحد بس: يا جماعة أنا عايز الدم، ابعتولي دم كفاية عشان أعرف أركز وأشتغل في المكتب هنا فوق. وانت بتبقى قاعد كل حاجة تمام، الدم واصل للمخ عادي، لكن أول ما تقف فجأة الجاذبية بتشد الدم كله لتحت ناحية رجليك، والمخ فوق بيبقى عامل كده. إيه يا أولاد هو أنا محدش بيسمعني ولا إيه؟ الدم راح فين؟ النتيجة بقى إن المدير ده يدوخك شوية عشان يفكرك إنك لازم تديله حقه الأول. خلصنا هزار، العلم بقى بيقول إيه؟ الدوخة دي ليها اسم معقد كده: هبوط ضغط انتصابي. يعني إيه؟ يعني بمجرد ما تقوم بسرعة من وضعية قاعد أو نايم، ضغط الدم بيقع شوية، المخ بياخد ثواني ويعدل الموقف ويوازن الدم اللي رايح له. الكام ثانية دول بقى هم دول اللي بتحس فيهم إن الدنيا ضلمت والنجوم بتجري حواليك. تعال نشوف المواقف اللي بتحصل فيها: قاعد على الكنبة في أمان الله بتاكل فشار، حد بيخبط على الباب، تقوم تجري تفتح، فجأة تلاقي نفسك ماسك الحيطة وكأنك راجع من فرح وقاعد جنب السماعة. طب نحل بقى الموضوع ده ازاي؟ ما تقومش مرة واحدة زي البطل في فيلم أكشن. اشرب مية كويس طول اليوم، الجفاف بيزود الدوخة جدا. قبل ما تقوم حرك رجلك وانت قاعد كأنك بتسخن. لو الموضوع بيتكرر معاك جدا وبشكل مزعج حاول على قد ما تقدر تروح للدكتور. فالخلاصة لما تحس ان الدنيا لفت بيك وانت واقف فجأة ما تقلقش، ده مش معناه انك هتقع، ده مجرد ان جسمك بيظبط نفسه. المرة الجاية قوم بالراحة وسيب مخك ياخد وقته بدل ما يدوخك. لو حصلت معاك الدوخة دي قبل كده يا ريت تشاركنا الموقف واكتب لي في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو بجد دوس لايك. سلامات.